طيب دكتور حازم، يعني طالما تجرأ الشيعة وقالوا بنبوة خالد بن سنان، أليس من الأولى أن يغالوا في نبوة عبد المطلب أو أبو طالب؟ ما رأيكم في هذا؟ ده مسألة طبيعية ومنطقية جدا. إذا نعم. كانوا قالوا بأن رجل من قبيلة بني عبس نسبوا إليه النبوة، فطبيعي جدا أنهم يعطوا الوصاية والنبوة لأجداد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن محمد كنعاني الآن كلام منتهى التخبط، يعني شوية يقول أبو طالب وعبد المطلب أوصياء النبي. طب أوصياء النبي كيف وهو عاش بعده؟ مش مهم. وبعدها بشوية يقول إيه، لا هو لعلهم أوصياء عيسى. طيب حد يقول لمحمد كنعان أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي بعث للعالمين، وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة. يعني سيدنا عيسى بعث لبني إسرائيل تحديدا، وموسى كان في بني إسرائيل. فمسألة كيف يكون سيدنا عيسى في بني إسرائيل والمسافة الزمنية بينه وبين عبد المطلب وأبو طالب 500 سنة وهم أوصياء له، أي عك بس علشان يكون في هناك تنصيب ويكون في هناك مكانة مخترعة بالافتراء وبالكذب ومنح مناصب إلهية لأجداد النبي بلا دليل إلا مسألة الغلو فقط. فطبعا كلامه غريب جدا. وفي الآخر قال إيه؟ لأنه يستحيل على الله أن يترك الفترة الزمنية بلا هذه الفترة بلا حجة. وهذا أسلوب الشيعة في فرض الأمر على الله. يعني هو وجهة نظره أنه يجب على الله أنه يفعل كذا. هذه وجهة نظر الشيعة. يستحيل أن يترك هذه الفترة. عندنا نحن عند المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، وليس بيني وبينه نبي. خلاص المسألة، النبي آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام، ما فيش بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء. مسألة واضحة والقرآن بيؤكدها. وإلا لو قلنا الآن مثلا في سورة الصف سيدنا عيسى نفسه وهو بيتكلم مع بني إسرائيل بيقول لهم: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. عند الشيعة يجب ان احنا ننزع أحمد ونخليها خالد بن سنان أو نخليها أبو طالب أو عبد المطلب. يعني إيه؟ يعني من يؤمن بالتشيع يجب قطعيا أن يقول بتحريف القرآن الكريم. سمعتم ماذا قال هذا الوهاب الناصبي الكذاب؟ تعالوا إلى كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر تحقيق شعيب الأرنؤوط الجزء 10، وشاهدوا فضائح قنوات الوهابية، شاهدوا فضائح شيوخ الوهابية الكذبة. هذه الصفحة 250 أمامكم. شاهدوا فضائح وأكاذيب شيوخ الفتنة الوهابية، شاهدوا فضائح قنوات الوهابية الكذبة. أهم شيء عند شيوخ الوهابية أن يكذبوا على الشيعة لكي ينصروا دينهم. اقرأوا قوله: ليس بيني وبينه نبي، هذا أورده كالشاهد لقوله إنه أقرب الناس إليه، ووقع في رواية عبد الرحمن بن آدم: وأنا أولى الناس بعيسى عليه السلام، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي. واستدل به على أنه لم يبعث بعد عيسى عليه السلام أحد إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه نظر. اقرأوا: وفيه نظر، لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة ياسين كانوا من أتباع عيسى عليه السلام، وأن جرجيس، اقرأوا ماذا قال: وأن جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيين. يقول خالد ابن سنان نبي، هذا أمامكم. وأن جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيين. وسمعتم ماذا قال هذا الوهابي الكذاب؟ نكمل: وكان بعد عيسى عليه السلام. والجواب أن هذا الحديث يضعف ما ورد من ذلك، فإنه صحيح بلا تردد. وفي غيره مقال، أو المراد أنه لم يبعث بعد عيسى عليه السلام نبي بشريعة مستقلة، وإنما بعث بعده من بعث بتقرير شريعة عيسى عليه السلام. وقصة خالد ابن سنان أخرجها الحاكم. ولو رجعتم إلى كتاب المستدرك ستجدون أن الحاكم صحح هذه القصة أو صحح هذا الحديث. الآن شاهدتم فضيحة هؤلاء الوهابية
الكذبة